اهلا بيكم في بره المنهج. هنا مفيش امتحانات ومفيش درجات، هنا نتكلم عن حياتك ومشاكلك ومذاكرتك والمواقف اللي بتمر بيها اللي غالبا مش هتكون فيها لوحدك. فهات سماعتك وتعالى وسيب الشنطه بره عشان انت بره المنهج. النهارده هتكون معانا ضيفتنا جنى. ازيك يا جنى، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. حضرتك عامل كله ايه؟ تمام. الحمد لله. طب عرفينا بنفسك. اسمي جنى طارق، عندي 17 سنة وداخلة تانية ثانوي مسار الطب والعلوم. اخترت ليه مسار الطب والعلوم؟ اشمعنى؟ المواد اللي فيه هي احسن مواد انا يعني بأدي فيها، وعشان اكتر مسار بيفتح كليات كتيرة، فاللي هو يعني خلاص احنا نجيب المجموع وهيفتح بقى الدنيا خالص. يعني ايه الكليه اللي ممكن تكون حطاها الاول ولا انت ايه؟ لا مش حاطة كلية، مش حاطة تارجت كلية، بس حاطة تارجت مجموع. لو اجيب المجموع وبعدين كل حاجة تتفتح لي وساعتها بقى بختار. ايه اكتر حاجه بتميز جنى وسط زمايلها؟ انتوا صحابك ايه الميزه اللي ممكن يقولوا جنى فيها كذا؟ ممكن ان انا بعمل حاجات كتير، يعني مثلا بنزل فيديوهات على السوشيال ميديا. اكتر حد مثلا بيقرأ كتب وسط انا اصحابي. متابعك على فكره. حقيقي يا مستر والله. مثلا ان انا بلعب رياضة وكان ليا يعني تاريخ في رياضات تانية، فبكتب كمان. ففكرة ان انا بعمل كذا حاجة، فاللي هو ليا بصمة في كل حاجة. بحس ان فممكن انا حد يرجع لك في القصه دي. لكن مش هيدوك مثلا حاجه، ده مثلا اكتر حد. للأسف يعني ببقى اللي هو شاطرة في كل حاجة، بس مش أجمد واحدة في ولا حاجة. لا بس انا عندي الحته اللي عارف اظبط بيها. افيدك بيها، هعرف اديك طيب لو انا جيت قلت مين اكتر واحد ممكن يكون بيضحك في الفصل وما يبلوش صوت؟ يعني مين اكتر شخص هيضحك ومش هنعرف بيبان نجيبه؟ لهم صوت، بيبان لهم صوت قوي، بس ممكن يضحك الفصل كله ما حدش. يضحك الفصل كله. في عمر مختار وعلي، يا لهوي، وجنة. التلاتة دول مع بعض، لا التلاتة دول مع بعض وبيتمسكوا طيب ولا ما بيتمسكوش؟ بيتمسكوا، يا لهوي، لا دول مش بيترحموا. يعني بيتمسكوا هنا، هم بيضحكوا وبيتمسكوا. وبيتمسكوا وبعدين يرجعوا تاني وبنفضل طب كده مين بقى. اكتر واحد ممكن يكون بيضحك بس ما بيتمسكش؟ ما يتمسكش. ممكن علي. علي سوسة. طيب ايه اكتر موقف حصل لك محرج في المدرسه او غريب ما مش هنساه؟ الموقف ده مش هنساه. مش عارفة لازم ينفع احكي ولا لا. قول. بس قبل كده ضربت حد، يعني لطشت حد بالقلم. ازاي؟ طب جت ازاي؟ هقولك. بس يا رب يعني ما يتفرجش على على اللي احنا بنعمله ده. بس ساعتها كان هو يعني الولد ده قال حاجة وحشة على صاحبتي. اوكي، ده في سنه كام تحديدا؟ في تانية اعدادي. وما اقدرش انسى. انا مش هننسى ايه انت ضربتيه بالقلم. لان ساعتها هي بقى، انا ساعتها ما خدتش موقف، فصاحبتي دي قعدت تقولي انتي ما خدتيش موقف، انتي هتفضلي تكلميه كده عادي مش عارف ايه. يعني هو بيشتم زميلتك مش انت؟ فانت اتضايقتي بقى، اصل انت بتغلط في زميلتك. يعني ازاي بقى وتابعي ومش عارف ايه. بس فرحت لطشته بالقلم. طب كانت ردة فعل الراجل ده؟ ردة فعله ان هو ساعتها زعق لي. قال لي انتي بتلطشيني بالقلم. فانا رحت بصيت له قلت له هو انت بتزعق ليه؟ فقال لي انا اسف، انا مش قصدي ازعق، بس يعني انتي لطشتيني بالقلم ومش عارف ايه. بس يعني بس اتصالحنا بعديها يعني. ساعتها العيال كلها كانت شايفه، فالموقف كان اتعرف ان انا لطشت حد بالقلم. بتمشي بقى كله يجري بقى، ابعد عني انا. يا لهوي، ده بعد كده كنت بهددهم اللي هيضايقني هلطشه بالقلم، محدش يقرب مني. انا عملت خط رعب بقى. هم ساعتها خافوا، بس اتصالحنا بعدها وبقينا يعني خلاص قريبين. تمام، الدنيا تمام. ما بقاش في اخصام يعني. لا الحمد لله خلاص. طيب هسألك سؤال. السوشيال ميديا احنا كلنا بنستخدمها، مفيش حد ما بيستخدمهاش. انت شايفه من وجهة نظرك هي مفيدة ولا مضرة؟ هي الاثنين. يعني هي مفيدة لو الشخص اللي بيستخدمها استخدمها صح، استخدمها ان هي تفيده فعلا، زي مثلا دراسيا، حد بيطلع افكاره. دلوقتي مثلا انا ليل ونهار على الموبايل بشوف اسماء كتب، بقرا كتب من على الموبايل. طب الجيل بتاعكم بيستخدمها ازاي؟ لا الجيل بتاعنا في الاغلب، بس الا من رحم ربي، يعني بيبقى في ناس بتستخدمها بقى بحته الشهره، اللي هو يلا نعمل اي حاجه، نطلع لايف، نعمل مش عارف ايه، فده يدخل لنا فلوس وكل الكلام ده. فده بيدخل في حته، وده اللي بيخلي الدنيا بايظه. بالظبط، ده اللي بيخلي الناس شايفه ان السوشيال ميديا وحشه، من غير بقى ما يفكروا وحشه بسبب ايه ولا وحشه في ايد مين. لا هي وحشه عشان النماذج دي اللي مشهوره بالظبط، اللي هي المفروض اللي احنا ما نتفرجش عليها. لا احنا بنتفرج. طيب لو انا جيت قلت لك ايه مواصفات من وجهة نظرك الصاحب الجدع، ودي بتختلف على فكرة. الصاحب الجدع، ايه المواصفات اللي ممكن تشوفي حد ده صاحبتي جدع، ده الشخص اللي انا ممكن. لما حد بيفتكرك
في الحلو والوحش. يعني هو مش شايفك بس ان انت خزان للمشاكل، وان هو يجي يحكي لك بقى حصل كذا وفلان زعلني ومش عارف ايه. كل ده لما حد يفتكرك في الحاجه الحلوه، اللي هو عمل انجاز مثلا، جت في دماغه فكره كويسه نفسه يعملها، عنده حلم عايز يحققه، فانت اول حد بيجي وبيقول لك، شخص بيفتكرك. عارف لما انت تبقى نمبر 1 عند شخص في دماغه، فده بالنسبه لي صاحب الجدع، صاحب اللي دايما بيبقى جنبك كده، ومهما الناس اتكتروا عليه وحاولوا ان هم يدخلوا وياخدوا مكانتك عنده مش لا حتى لو بعدنا، لا انا باشا انا هكلمك كاني لسه مكلمك امبارح. يعني حتى لو غبنا انا هرفع سماعه التليفون كاني لسه شايفك امبارح، ولا تاثرنا ولا علاقتنا خالص لا. طيب مين الشخص مثلك الاعلى اللي في دايما بيدعمك؟ ماما. وحش بقى حلو ماما. تحت التهديد ولا لا والله مش تحت التهديد والله خالص. انا السؤال ده يعني بقعد افكر فيه كتير، حتى لسه كنت يعني دايما بيظهر لي الاسئله دي على السوشيال ميديا كتير، فاللي هو مفيش حد تاني يعني. لا مفيش حد بيجي في دماغي بالسرعه دي، فاهم؟ اللي هو لما انت خلاص السؤال اتقال، هي اول حد جه في دماغي خلاص. لا ربنا يحفظها لك، ربنا يحفظها لك. طيب هسألك شويه اسئله كده هي تجاوب عليها على طول. طيب بحر ولا جبل؟ بحر. طيب شاي ولا عصير؟ عصير. طيب ساينس ولا ماس؟ ساينس. على طول اخترت ابو علوم بقى. طيب ماشي، صحابك ولا الموبايل؟ صحابي. يعني لو خدت موبايل معاك منك عادي؟ لا عادي مش مهتم، مش فارقه. لا حتى طب الحاجات اللي بتعملها وبتاع؟ لا ما لا هم صحابي بيبقوا الصحاب الصح، هم المتعه اللي انا محتاجاها. صحابك طيب مسلسل ولا فيلم؟ مسلسل. طيب تيك توك ولا يوتيوب؟ تيك توك. ايوه خلاص مش هسأل. طيب مشهور ولا غني؟ الاتنين واحد. لا مش واحد. المشهور دايما بيبقى غني. طب في ناس مشهوره مش غنيه. لا مفيش الكلام ده دلوقتي. المشهور غني. هو اي حد مشهور. طب الغني مشهور؟ ما الغني ينفع لو طلع بفلوسه يبقى مشهور. ما ايلون ماسك مشهور ليه؟ عشان هو غني. يعني انت شايف الاتنين واحد مفيش لا. طيب ماشي. طيب قائد ولا عضو فريق؟ قائد. ليه؟ عشان بحس ان انا بأتمن نفسي اكتر من الناس اللي حواليا. يعني بحس ان انا دايما يعني مش عايزه افضل اقول انا، بس فكره ان انا ببقى ضامنه الحاجه اللي انا هعملها، عارفه انا همشي الدنيا ازاي. طب هتمشي الدنيا انت؟ طب ما انا اللي التيم تحت ايدي ده مش ضامناه، انا مثلا قائد تحت ايدي تيم. لا انا مش ضامنه حد يحكمني من فوق، يعني مش ضامنه حد يبقى فوقيا. لا اللي هو هحس ان انا دماغي لا هتعرف ان هي تفكر ومش عارف ايه، مش عارف ما احسش ان بس انا انت لا انا هو انت شايف لا انا تمام هبقى في الحته دي تمام، هعرف اعمل كنترول. يعني دايما حاشره نفسي في الحته دي كمان في المدرسه. لا انا عارف يعني ما اقدرش يعني دي حاجه ده واقع. طيب عملت قبل كده نفسك مش قادره عشان ما تروحيش المدرسه؟ لا بابا وماما متسالمين قوي يعني، فالموضوع مش قادره خلاص مش رايحه. مش عايزه اروح المدرسه بكره ليه، مش قادره هنضيع وقت مش عارف ايه. خلاص الامور تمام. لا مش ازمه مش رايحه مش ازمه. طيب تاريخ ولا جغرافيا؟ جغرافيا. ليه؟ انا اسفه لا ما بحبش تاريخ، حفظ كتير بقى وكده. احب يعني سمعت حد بيقول ان التاريخ احنا ليه بندرسه على حاجه فاتت، والجغرافيا ممكن ندرس دلوقتي، فيعني بحس ان احنا هي بتتابع المتغيرات اللي بتحصل دلوقتي. لا بحب الجغرافيا قوي. انت بالنسبه لك الجغرافيا اسهل بالنسبه لي دي مشكله دي. ما السنه الجايه تاريخ مفيش جغرافيا خالص. فبالنسبه لك انا كده بعدت عن الحته اللي بحبها. مره شميت ريحه الجغرافيا كانت في ثالثه اعدادي بس وخلصنا على كده. وحشتني والله. انت يا جنى من الناس اللي على المستوى الرياضي تمام، احنا عندنا رياضه وبنتابعها، وعلى المستوى العلمي احنا بسم الله ما شاء الله يعني في اسكان في اولى اعدادي او ثانيه وثالثه اعدادي احنا دايما بنبقى في اسماء الناس المتفوقين على مستوى المدرسه. القصه دي مش سهله، تبان للبعض ان هي سهله وبتاع، لا الموضوع مش سهل، وناس كتير جدا بتقع في الفخ ده. طلبه كتير جدا من اللي بيسمعونا هم بيركزوا في حاجه واحده بس، والجانب الرياضي التاني ده بيقع ما بقاش موجود. يعني يا اما يركز في الرياضه والدراسه تقع، يا اما العكس. والاغلب لو مهتم بالرياضه او بيلعب رياضه هو ما بيذاكرش. طب احنا معانا نموذج بقى قدر يعمل الاثنين دول، فعايز اعرف ازاي قدرتي تعملي الاثنين دول مع بعض من غير ما حاجه تقع منك. ان الاثنين يعني هو ببساطه الاثنين بيكملوا بعض. هو فكره ان انا اختار حاجه وان انا ابقى عاليه فيها، هي دي حاجه من عند ربنا بصراحه. ممكن حد فعلا هو مولود مش حابب يدرس، عنده الحته دي صعبه ودي ربنا ممشيها له، حته الرياضه دي ربنا ممشيها له. لكن في ناس تانية زي هي محتاجه الاثنين. انا محتاجه ادرس عشان يبقى في طريق قدامي حاجه كده، محتاجه رياضه عشان صحتي،
محتاجه ان انا جسمي يبقى دايما شكله لائق، مش عارف ايه، صحتي دايما كويسه، بطلع الانرجي اللي جوايا في الرياضه دي في التمرين. ففكره ده من غير ده فلا، هو الموضوع صعب. طب ليه في بعض الطلبه بتركز في الرياضه والموضوع الدراسه ده بيقع خالص؟ علشان ليه؟ هم بيبقوا شايفين نفسهم شاطرين في حاجه، يعني شاطرين فبيهتموش في حاجة. بالتانية. فبالظبط خلاص في دماغهم ربنا ما رزقنيش بقدره ان انا ابقى كويسه في الحاجه التانية دي، خلاص بيعوض اللي هو في دي كويس فدي مش كويس فخلاص. بس خلي بالك اه يعني دايما لو مثلا حد مكاني رياضه مع دراسه، مش هتلاقيني ان انا مثلا اللي هو منتخب ميداليات حتت عاليه، لا. لان انا 70% 50 هنا و50 هنا ماشي، بس ماسكين الاتنين ماشيين 30 بيهم. هنا و70 هنا. اه فبيبقى عالي، بيبقى معروف في حتته اكتر. وبحس انه عادي، يعني بحس ان لو ربنا كرمك في حتة الرياضة وما كرمكش في حتة الدراسة، عادي، الاتنين مستقبل. يعني الاتنين ليهم مستقبل، مش لازم يبقوا الاتنين بيرفكت، مش لازم الاتنين يبقى انت جامد قوي هنا. بس خلينا نتفق ان انت تعليمك او مستوى تعليمك ده شيء مهم. ما هو مهم، انت هو مهم لان دي الحاجه غصب المضمونه. عني. انت بتلعب على المضمون. المضمون ان انا ابقى ان انا كليتي ومدرستي ومذاكرتي ده الاهم. الرياضه مضمونه بس لا، التعليم مضمون اكتر. في ناس دلوقتي، طب ما اللعيبه اللي بيشتغلوا دلوقتي دول في حته الرياضه بس، ما يعني ما الشهاده اللي هم واخدينها مش بيشتغلوا بيها. هم معظمهم مش متعلم. لا معظم لعيبه الكوره مش متعلمين اول. لا الحقيقه لا متعلمين. لا، ده لسه في ناس لحد دلوقتي كانت بتاخد الثانويه وماشيين في ايه ده ده بجد. ده فين ده؟ لا والله لحد دلوقتي انا بتكلم من ناحيتي انا، من حته الطايره والحته اللي انا عارفاها. فلا، لو حد شاطر في حاجه شايف ان هي ليها مستقبل فعلا وهو ناوي فيها، هو مش مهم يبقى الواحد شاطر في حاجه ولا فاشل فيها. لا، هو لو عنده شغف بالحاجه خلاص. عندك شغف بالدراسه وانت عالي قوي فيها، تمام 100. عندك شغف في الرياضه، انت 100. بس ما تهملش الجانب التاني، خلي الدنيا ماشيه فيه. ما ينفعش تهمل جانب من الجانبين اصلا. ده زي ما قلت لك في الاول، ده بيكمل ده. يعني بالنسب بقى دي بتختلف مننا. ما ينفعش ده 0 وده 100، لا، هو لازم ده 30 70 50 50 حاجه اوكي كده. بس ما توقعهاش منك خالص. لا ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. طيب هسألك سؤال تاني. لو انت دلوقتي في سبوره هنحطها وكل المدرسين هيقفوا وراك وانت هتمسك قلم البورد كده وتكتب جمله، هتكتب ايه؟ المدرسين انا بحبهم صراحه، يعني بالنسبه لي المدرسين هم جزء كبير قوي من حياتي وجزء كبير قوي من الحاجات اللي انا فعلا بحب اعملها. فهم فعلا ليهم دور اكبر من اللي هم يتخيلوا. يعني لو اقول لهم حاجه فهو انه انتوا ليكم جزء في حياتنا اكبر بكتير من اللي انتوا تتخيلوه اصلا. مستر عبد الرحمن الدسوقي خلاني ان انا احب التقديم واطلع في الاذاعات ومسرحيات وكل الكلام ده. فلا، انتوا جزء كبير قوي من تفكيرنا وعقولنا، اكبر بكتير من انتوا تخشوا تشرحوا درس وتمشوا. لا، انت شايفه كده ان الموضوع مش مجرد حد داخل بيقول جزء معين هو مش شغل. يعني مش شغل ودراسه، لا، هو بتبقى صداقه. يعني فعلا دورهم كبير، دورهم بيأثر، هم كبني ادمين بيأثروا فينا. طيب ايه النصيحه؟ انت عديتي بمرحله اعدادي خلاص، احنا عندنا بالجزء ده. ايه النصيحه اللي ممكن تديها للشباب اللي بيسمعونا اللي هم في فتره اعدادي؟ ايه النصيحه اللي ممكن تقولها لهم؟ ان هي اقل بكتير مما تتخيلوا. يعني هي بجد بمعنى يعني ايه اقل؟ ان هي يعني ملهاش لازمه للدرجه اللي انتوا متخيلين. انتوا بقى لازم اطلع من اوائل الجمهوريه وما اروحش تمرين وما نمش وكل الكلام ده خالص. انت طلعت الاول، طلعت التاني، طلعت 100. انت لسه عادي جدا هتدخل ثانوي، تمام، حالتك هتفضل تمام. انت لسه يعني انت لسه ما اتفرمتش، انت لسه ما عندكش الحته اللي هو اللي انت بقى تطحن نفسك فيها ومش عارف ايه. انت لسه في اعدادي. يعني انت هتفتكر ان الكون كله خلاص ده محور الكون اعداديه دي ومش عارف ايه، بس بجد هي بعديها تحس انت اللي هو ماشي، انا عملت ايه يعني بعد كل الطحن وبعد كل اللي انا عملته ده. طب ماشي، ما في ناس بتذاكر بتعود تذاكر بقى. يعني في ناس تقول لك انا همسك من سنه اولى الدنيا تمام وبتاع، عشان لو انا طلعت فجاه سنه وانا مش متعود اذاكر مش هعرف. في ناس بتحسبها الحسبه دي. لا، هو انت ذاكر، هو انت انت ذاكر، اوكي، بقول لك ما تذاكرش. ايوه تمام، بس ما تبقاش بتذاكر على اساس ان دي نهايه الدنيا. يعني ما تزعلش، يعني انت اعمل اللي عليك وسيب بقى النتيجه دي بتاعت ربنا. يعني هي مش للدرجه. انا طلعت التانية طلعت التانية على المدرسة في ثالثه اعدادي. رحت رحلة تبع المدرسة مجانية، كانت جميلة جدا. رحنا استكشفنا وتصورنا ومش عارف ايه. بعدها ايه اللي حصل؟ رايحين متضايقين اصلا والله العظيم كان جو حر قوي ساعتها. بس بجد بعدها ايه اللي حصل؟ يعني حقيقي بعدها انا عملت ايه يذكر
ما خلاص، هل حد في المدرسه افتكرني ان جانا طارق التانية على الاعداديه؟ يا باشا افتكرناش ليه؟ عشان انتوا كنتوا مدرسيني، لكن انا بجد يعني لا، مش الموضوع مش ده اللي انا انت شايفه مش ده اللي انا قصرت بيه يعني. مش ده التاثير اللي انا ما عملت. في حاجات اكبر بكتير ممكن ان احنا نركز فيها ونبذل مجهود فيها اكتر، هتفرق معانا. في بعض الشباب اللي بيسمعونا هم بيعمل انجازات في حياته ممكن ما تكونش ملحوظه للناس او مش بالتاثير اللي هو حاسه، بس ده بيطلقوا عليه الماضي الايجابي. ده في وقت من الاوقات لما بيفتكروا في وقت ما هو وقعه معينه، ده بيدفعه لقدام ان هو يكمل. ففكره انك انت مثلا طلعت التانية فحسيتي ان التقدير او مش التقدير، خلينا نقول التاثير مش اللي انت حاطاه في دماغك، مش ده اللي انا، لا عادي الامور بسيطه، بس ده في وقت من اوقات هيفيدك لما تيجي تفتكري الحاجات الكويسه اللي انت عملتيها في وقت ما انت محتاجه تفتكري ده. اكيد، بس هل ده هيأثر قوي يعني على شخصيتي وسمعتي ان انا مثلا جبت 52% ولا جبت 80%؟ لا بس هو بيبقى لا بيأثر. انا من وجهة نظري بيأثر لان هو بيدفعك. انت فاكر حد سقط في ثالثه اعدادي؟ حد لا مش فاكر حد، عشان انت مش هتفتكر. لا مش هفتكره طبعا. يعني الدنيا فيها حاجات اكبر بكتير قوي من بس هفتكر اللي انا عملته. اعدادي حصل فيها ايه، ومين جاب كام، ومين طلع على الجمهوريه. في حاجات تانية قدام، انت لسه الناس دي عندها ثانويه، عندها جامعه، عندها شغل، عندها حياتهم هيشوفوها ازاي، عندها حاجات لازم دايما ما يبقاش في عندنا اللي هو دراسه بس، لا في حاجات في الجنب، انت لازم تبقى عندك هوايه، تعمل حاجه شخصيه. بالظبط. الموضوع مش دراسه بس، دي حقيقه. دي حقيقه مش دراسه بس. الدراسه لوحدها مش هتكون شخصيه. لا مش هتكون شخصيه. لا هو جانب من جوانب الحياه، مش احنا مش ريبورت، مش يعني انا شفت ناس طالعه في ثالثه اعدادي، طالعه الاولى على الجمهوريه وناس جامده جدا بسم الله ما شاء الله، بس حقيقي هل ده عمل لهم شخصيه تذكر، اللي هو الناس دي مميزه بحاجه؟ لا ماشي، بس هو ده الظاهر لينا، الظاهر ان هو نجح في المجال اللي قدامنا ده، او الجزء اللي بيركز على الجزء ده، مش بنقل من تقديره. مش نهايه الدنيا يعني، لو انا هدي فعلا رساله مش نهايه الدنيا. هي مش نهايه الدنيا. لسه في عندك باب مفتوح لتعمل انجازات تانية. ده انت عندك بيبان، مش باب واحد، عندك بيبان كتيره قوي. لسه بدري قوي. لو انت هترجعي بالزمن لورا، مين الشخصيه التاريخيه او الحد نفسك تقابليه وهتقولي له ايه؟ شخصيه تاريخيه. انا الفكره ان انا الحاجات اللي انا بتفرج عليها والحاجات التاريخيه اللي انا اعرفها كلها جرايم وقتالين قتله وحاجات كده صعبه، بس ممكن يبقى حد من الكتاب دكتور احمد خالد توفيق. لان انا بحب فكره ان هو يعني عنده مسارين، هو دكتور طب يعني دارس طب بشري، في نفس الوقت هو بيكتب، دكتور في الادب وكاتب حاجات رهيبه. يعني انا قارياله ما وراء الطبيعه ويوتوبيا والحاجات دي. لا يعني دماغه، هساله ازاي قدرت ان انت توازن ما بين حاجتين عاليين قوي كده، انت تبقى دكتور طبيب فعلا، وان انت تبقى عالي قوي في مجالك الادبي كده، ازاي قدرت ان انت توازن بين الحتتين دول؟ ودماغك، فكرك الكرياتيفيتي اللي كانت في دماغك جبتها ازاي؟ في بعض الشباب بيقللوا من انجاز زمايله. واحد مثلا نجح، واحد وصل لحاجه معينه، فتلاقيه طالع يقول لك والله يا مستر لو كنت ذاكرت كنت وصلت، لو كنت اتمرنت مع عادي ده لا انا هنا في الموضوع ده بحس ان في مشكله. انت لو تقدر كنت عملت بلا استثناء، فما تقللش بقى من اللي وصلوا لزميلك. بتشوف الموضوع ده ازاي؟ بشوف ان الناس دي هما حاجه من الاتنين. اوكي، غيرانين جدا 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 من الشخص اللي قدامهم، او هما delusional، هما فعلا فاكرين نفسهم ان هما فعلا هيوصلوا لو تعبوا نفسهم سنة 1%، لا انا هوصل عادي يعني هما في دماغهم كده فعلا. هو ممكن يقدر يعمل ده، بس انت ما عملتش، فما تقللش بقى. بالظبط. لا الناس دي دايما بتبقى غيران، بتبقى شايفة نفسها اللي هو انا مهما مثلا تعبت عادي ومش عارف ايه، انا كده هوصل اللي هو بيعمله ده عادي. يعني هو ما عملش حاجه يعني. مش انجاز. الموضوع بيضايقني. لا هو انجاز. لا هو انجاز. الفكره ان اي انجاز مهما كان صغير، لو مثلا طفل خد اول خطوه ليه، فده انجاز كبير. انجاز كبير بالنسبه من شخص لشخص. انجازك الكبير غير انجازنا الكبير، غير كل واحد ليه الظروف بتاعته. بالظبط. فما ينفعش حد يقلل من حاجه وهو مش في مكان الشخص ده، ولا مر باللي هو مر بيه. هو ما ينفعش اصلا. 10. طيب ايه الرساله يا جنى اللي ممكن تقوليها لنفسك تشوفيها بعد 3-4 سنين؟ هقولها ان هي انتي مهما كنتي واقفه فين، مهما كنتي اخترتي ايه في حياتك، اخترتي مين الناس اللي معاكي، انتي بتعملي ايه دلوقتي، انا دايما فخوره بيكي، لان دايما انا عارفه ان انتي هتبقي في حته غير اللي انا فيها، زي ما انا في حته غير اللي انا كنت فيها. فانا دايما فخوره وموافقه على اي حاجه انتي فيها، وانا متاكده ان انتي في الحته دي انتي ناجحه فيها كده.
ده كده كده ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. انا بشكرك جدا، وكنت مبسوط ان انا معاكي، ويا رب يعني اتمنى لك التوفيق. انا اللي مبسوطه والله ان انا كنت مع حضرتك النهارده بجد والله. تسلمي. وعايز اشوفك دايما مكمل على نفس التراك بتاعك، ما تقعش وما تتشتتش. اللي عنده حلم وحطه قدامه ان شاء الله هيوصل. طيب في النهايه عايزين نقول لك ان درجاتك مهمه بس شخصيتك اهم، وكل يوم عندك فرصه انك تكون انسان افضل، بس ما تقارنش نفسك بحد، وخليك قريب من ربنا. حلقتنا خلصت لكن حكاياتنا لسه ما خلصتش. هقفل دلوقتي الحلقه، بس هسيبك عشان تفتح صفحه جديده، ولو الحلقه عجبتك هستنى اشوفك الحلقه الجايه.